السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في جولة بالنهار في وادلاو. بغيت نقربكم اكثر لهاد المنطقة هذه وتعرفوا يعني شي حوايج اللي بزاف الناس ما عارفينهاش على هاد المنطقة. وكنت بغيت نحط فيديو واحد، ولكن للاسف غادي يكون فيديو طويل، لهذا ما غيتيحش فرصة لبزاف الناس يقدروا ما يتفرجوش فيه كامل. هذا هو السبب علاش حطيت اجزاء من هذه المنطقة باش نقرب اكثر لبعض الناس اللي باغيين يجوا لهذه المنطقة ولكن ما عندهمش فكرة. هنا انا بغيت نقرب لهم الفكرة ونقرب لهم هذه المدينة، نحطها لهم بين يديهم. يعني ها الفيديوهات على قناة عالم حواء فيها كل شيء على هذه المدينة، كل ما يتعلق بالسياحة وبالأجواء سواء الليلية أو على الشاطئ أو الكرا، يعني كل شيء الحمد لله شرحته وبينته ووضحته. هذا الشيء اللي كاين هو هذه هي المدينة كندورو فيها بالنهار في الأحياء ديالها. هادهم بعض الفيلات صغيورين الكرا، حتى هما قرابين للبحر بزاف، زوينين نقيين كما كتشوفوا. هي مدينة صغيرة ولكن حلوة ما شاء الله، عندها واحد الطابع ديال السياحة، واحد الجو زوين، يعني كيخلي الإنسان يلتجئ لها في الصيف. والهدف ديالي من هاد الفيديوهات على وادلاو هاد المنطقة هذه، المنطقة الشمالية من المغرب، غير باش نقرب لأي واحد بغى يمشي لهاد المنطقة. يعني اعطيت تقريبا واحد الفكرة كاملة على هاد الوادلاو. هنا كندورو في الأحياء ديال هاد المدينة الصغيرة الجميلة. اللي كيغلب عليها الطابع السياحي، عندها مناطق زوينة بزاف، جبال، غابات، بليس لا كورنيش أكبر شاطئ في المملكة المغربية كما ذكرت سابقا في بعض الفيديوهات ديال وادلاو اللي درت. هادو محلات تجارية قرابين للشاطئ، وحتى الدار اللي كرينا اللي ذكرت في الفيديو دار قريبة للبحر بزاف. هنا صورت لكم، خرجت من الدار يعني وكنصور لكم الجوانب والنواحي اللي قريبه لهالدار اللي كرينا. هذا هو الحي اللي سكننا فيه، قريب لاكورنيش ديال وادلاو. صراحة منطقة زوينة بزاف وصغيرة وهادئة والجو ديالها زوين، يعني اي واحد جالها من اي بلاصة ومن اي مدينة غادي يحس براسو مرتاح. الجو زوين مشمس وديال البحر يعني، وكتمتاز بواحد البرودة. يعني رغم ان بعض المناطق الجنوبية من المملكة كتكون سخونة والصهد الحرارة مرتفعة، هنا ما حسيناش بالصهد نهائيا. وكما هو معروف مناطق الشمال في الصيف كتكون باردة، لهذا كتعرف واحد الاكتظاظ كبير بزاف في الصيف من الناحية ديال الزوار اللي كيجيو من داخل المغرب وخارج المغرب. والحمد لله بلادنا زوينة وفيها ما يتشاف. كنتمنى نكون وصلت لكم فكرة على هذه المنطقة الجميلة، منطقة وادلاو. ما سخيناش بها ولكن شدينا الرحال إلى مدينة الشاون. وما تبخلوش عليا باللايكات والاشتراك حتى أستمر. شكرا لكم وشكرا على المتابعة، إن شاء الله مع فيديو جديد من مدينة الشاون.